هتيجي اقول لك على اهم حاجه وانت بتشطب المطبخ بتاعك تخلي بالك منها. لو انت بتشطب المطبخ ما تقعش في الغلطات دي عشان ما تتسوحش. رقم واحد، وانت بتعمل اي مطبخ يا باشا مصر لازم يكون معاك مخطط لتوزيع المعياري بتاع الوحدات بتاعتك. رقم اتنين وتخلي بالك منها وحاجه مهمه جدا، مثلث الحركه. تعمل تتباعد المسافات، اهم حاجه ما بين البوتاجاز والحوض والتلاجة عشان ما تتلسعش وما تتخبطش والمسار بتاعك يبقى في الجميع. رقم تلاتة، تخلي بالك من ايه؟ ما تختارش الوان غامقة لو المطبخ بتاعك صغير. أربعة، خلي بالك منها يكون عندك ايه في اختيار الخامات. تختار خامة مفيدة وتكون عملية، ما تجيش بقى تختار لي خامة تعبانة وانت هتشرح المطبخ هتقلب عليه ايه فرن وبتاع. رقم خمسة، وتخلي بالك منها الصنايعي الشاطر اللي هينفذ لك كل الخامات اللي انت هتنفذها، اذا كانت خامة المطبخ الخشب او السيراميك او الرخام كهرباء، كل حاجة لازم تكون مدروسة، لازم يكون صنايعي ماهر. خدتش بالك من الحاجات دي هتلبس، خلي بالك منها. معاك محمد تهامي، قناة تهامي ديزاينز. سلام عليكم.